المذيعة نهال كمال ومحطات من حياتها وقصة حبها وزواجها من الشاعر الشهير. ولدت نهال كمال عام 1958. تخرجت من كلية التجارة. بدأت مسيرتها العملية كمذيعة في إذاعة الشباب والرياضة، ليتم اعتمادها بعد ذلك كمذيعة في برامج الشباب في التلفزيون، وبعدها كمذيعة ربط. ولكن شهرتها جاءت من البرامج التي قدمتها بعد ذلك، وهي برنامج تاكسي السهرة، وبرنامج لسه فاكر، وبرنامج اخترنا لك. في منتصف الثمانينات كانت نهال تقدم برنامج عن الشعراء، لتلتقي بالشاعر عبد الرحمن الأبنودي وتنشأ بينهما صداقة. وعن طريق الصدفة تقابلت نهال مع والدة الأبنودي الحاجة فاطمة، التي قالت لابنها أنه يجب أن يتزوج من نهال. وبالفعل في يناير عام 1986 تزوج الأبنودي من نهال، وكان يكبرها بحوالي 20 عاما. وكان الأمر صادم لزملاء الأبنودي الذين توقعوا فشل الزواج، ولكن بمرور السنوات كان زواجهما مليء بالحب والاستقرار، وأثمر عن بنتين هما آية ونور.